beautiful. انا حاتم وانتم عم تتابعوا قناه هافوك اكس. اليوم رح نحكي عن موضوع الانتروهات كمان. مثل ما شفنا فيديوهين الماضيات كان بدهم شويه برامج وشويه تعديلات، يعني كان بدهم كتير شغل. احد اصدقائي دلني على موقع خرافي عن جد، شيء لا يصدق. هذا الموقع ما بدك اي برنامج، ما بدك اي شيء، كله مجاني. بس تفتح على المتصفح عندك، طبعا الكمبيوتر مو من الجوال ما بعرف اشتغل فيه انا. ندخل على موقع بانزويد، رح احط لكم الرابط تحت بالوصف. تمام، بعد ما تدخلوا على هذا الموقع حطوا كوميونتي تمبليت. طبعا هذا الموقع انت بس بتاخذ القالب او تمبليت بتعدل فيه النص. تمام، او بس فيك تعدل شغلات ثانيه اذا تفهم فيه انت. بعد ما تعدل فيه تمام وتعدل النص وتظبطه، ما على غيرتك بس تحميل وتحدد الدقه اللي بدك اياها، وجدا جدا سهل وجدا حلو. طبعا في احد انتروهات انا ضيعته، ما اعرف يعني كان كثير حلو، احمر وحركات وزي. طيب فانا راح نقي واحد. هذا باينته، هذا حلو الخط تبعيته كتير حلو. فعليكم انتم بس تنقوا الانترو مثلا بدكم اللي عجبكم. تمام، بعد ما تنقوه حطوا على اوبن ان كليب ميكر. تمام، نستنى تفتح لنا صفحه ثانيه. طبعا الموقع شوي ثقيل لانه بتعرفوا انتم برامج تعديل فيديوهات وهالقصص كلها بتكون ثقيله. هلا بنستنى هي لودينج. تمام، بنستناها شوي وبعدها برجع لكم. هلا بعد ما رجع القالب وطلعت قدامنا الصوره. تمام، في عندنا مجموعه ازرار. انت ما شايفين قدام على اليسار فيكم تعدلوا، عفوا تختاروا قالب ثاني او تعدلوا شيء ثاني. طيب هلا هون اذا كبسنا على زر بلاي بنشوف حركه هذا الانترو. اذا كبسنا على زر العين بنشوف كيف يطلع شكله للانترو. طبعا هذا الشكل تخطيطي، اما الشكل الاصلي بيطلع لما نكبس على زر العين. مشان نحن نعدل فيه نضغط على اشاره المكعب اوبجكت. تمام، هون مثل ما شايفين قدامكم في عندنا لازم تدوروا على شيء اسمه تكست. تمام، هدول التكست بدكم تنقوهم. تمام، بتنقوهم وبتعدلوهم وحده وحده. يعني مثلا هي تكست حطينا اول حرف. طيب حرف التي مثل ما شايفين هون راح احط له. طبعا ما تعدلوا اي شيء، انا بحب اخلي الانترو ما هو. راح احط مثلا اسمي هي اتش. طبعا عفوا لازم اول شيء تكبس على تكتب الحرف اللي بدك اياه، تحط انتر. رح اخلص كل هدول كتابة كل هدول الاحرف وبعدها برجع لكم. طبعا بعد ما كتبت اول كلمه تمام، في عندكم تحت اذا في عندكم احرف زياده انتم فيكم تحذفون، تكبسوا على كلمه على اشاره الحذف. تمام، بعدها بننتقل على المجموعه الثانيه. طبعا في انتروهات ثانيه بتكون التكست بس اثنين، بيكون بس مقسم لكلمتين. اما هون بالصدفه كان مقسم لاحرف. فهلا انا كمان راح احدد هدول الاحرف وبعدها برجع. بعد ما خلصت تعديل النص حرف حرف. طيب ياخذوا شوية وقت لكن ما بيأثر، ما بنعدل فيهم. طبعا فينك انت هون تضيف تأثيرات تانية وحركات وما بعرف شو. طبعا انا ما بحب حرحر فيهم. يعني اذا حريت بخاف انزعج الشغل، ما ارجع اعرف اذا غيرها. بعد ما عدلنا النص وظبطناه فينك تعمل له معاينة من هون. تمام، بتكبس بس هوني بتشوف شلون بيطلع معك هذا الفيديو. بيطلع لك حركات، بيطلع لك غناية الى اخره. طبعا انا ما بعتقد اني اشتغل، يعني بشغل اكثر من برنامج سوا فالذاكرة ما بكفي. تمام، المهم نحط على اشارة السهم مشان نعمله داونلود. بعدين بنحط على هون بتنقي انه دقة الفيديو بدك اياه سريع بتكون دقته اخف، او هون وسط او افضل دقة. تمام، تحط هوني خليه مثل ما هو. تمام، نحط ستارت فيديو ريندر وبنستناه حتى يخلص. طبعا انا ما جربته هسه مرة، ما بعرف قديش بده وقت حتى يخلص. لكن انت بس كبست له ستارت ريندر، خليك فاتح هي الصفحة اوكي، ما تسكرها ابدا. هي الصفحة استناه حتى يخلص. ما شايفين هون في قدامكم عداد، رح نستناه حتى يخلص ريندرينج البرنامج. بعدين بنشوف شو طلع معانا بالفيديو. طبعا بعد مرت حوالي ربع ساعة بس وخلص رندرينج وخلص كل شيء. طبعا مثل ما شفت انتو الفيديو الثاني انه الرندرينج على بلندر او افتر افكت بقى شيء 4-5 من ساعات. تمام، بس بربع ساعة كان ناهي الموضوع. نحط على داونلود يور فيديو. تمام، فلازم هو يعطينا رابط تحميل. استنى شوي حتفتح الصفحة. طبعا هالموقع عن جد 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 كتير حلو وعجبني انا. يعني لو لي خبر فيه لهذا الموقع ما كنت عذبت ودورت كل هدول البرامج. بس ما بعرف شو بالنت، كان النت شوي ضعيف. ليكم شي حال فتحت صفحة. طبعا اول مرة بجربه، لسه ما بجربه هذا الموقع ولا مرة، فحبيت انه اجربه قدامكم مشان انتم تعرفوا شو بيساوي. طبعا التحميل ببلش لحاله بما انه متصفح حديث مدري شو. المهم هذا التحميل بلش هذا التحميل ببلش لحاله. ما عليكم غير انه تستنوا حتى يبلش.
يلا نستنى شو ورانا. هيك طلع لي بعد ما بلش تحميل، بس نحدد المكان اللي بدنا نحفظ فيه الفيديو، نحط له سيف. طبعا هنا بقى ببلش تحميل حسب سرعة الانترنت عندك، يخلص 5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة دقيقتين ثانيتين، اللي هو حسب سرعة النت عندك. هي بس 3 ميجا شغلته فاضية، فانا بيخلص. بعد ما يخلص معي غير انه تفتحه وتحطوا فيديوهاتك وتجربوا. لهون اصدقائي بكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. اذا استفدتوا وعجبكم الفيديو حطوا لايك، بس ما استفدتوا حطوا ديسلايك. لا تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة، وانا جدا الموقع كثير عجبني، وراح احط لكم رابط تحت بالوصف. وشوفوا فيديوهاتي الثانية، نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.